ندويو دابا مثلا على الزواج، ماشي انا كنقول لكم الزواج راه هو داكشي ديال المسلسلات، الحب والرومانسيه والورد لي كادو، لا هذاك الشيء راه في الافلام. راه هذوك الممثلين هما اللي كيمثلوا دوك الادوار طلعوا عليهم راه ما ناجحينش نهائيا في حياتهم. راه اللي مطلق 3 المرات واللي مطلق 4 يعني يكون كان داكشي صحيح كان هما غادي ينجحوا. وبالتالي داكشي ديال الافلام خليوه في الافلام. الزواج راه مسؤوليه، راه ماشي غير داك العرس وداك الحب وداك الرومانسيه، لا غادي تدخلوا المسؤوليه صحيحه، وغتدخلوا الاولاد والماء والضو والكرا والمدرسه، وبغيت نولاد وبغيت نشري وبغيت ندير هادشي كامل خصنا نكونوا عارفين وراه كاين في الزواج. وبالتالي الزواج راه صبر، اول حاجه راه صبر، راه تضحيه، وهادشي كامل كيتاثر بالدين. شي فاش كيكون الدين والله العظيم الى الازواج كيعيشوا مرتاحين. علاش؟ انا مثلا الزوج ديالي دار لي شي حاجه نقدر نتقلق، ولكن ملي غنتفكر بان الله سبحانه وتعالى قال لي مثلا الا سمحتي ليه عندك واحد الخير كثير، غنسمح ليه لله عز وجل ماشي على قبله هو، وغنمشي وانا نهضر معاه واخا يكون ظالمني، غنمشي نهضر معاه ونقول لي صافي سمح لي، يقول عاد ولا مش تراجع المسامحه. شوف حياتنا كيفاش ولات زوينه لله عز وجل ماشي على قبله هو، واخا يكون هو ظالمني ولكن انا عارفه الاجر ديالي عند الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي ما كيعرفش هذا الشيء في الدين ما غاديش يديرو، صافي غيولي شد ليا نقطع عليك. هذاك الزواج يا ما غيكملش يا غيبقى دائما مستمر فيه مشاكل. دابا مثلا على الزواج